واحد السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ ان شاء الله كاع تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا لا فيديو. كي درتوا مع الصحه، كي درتوا مع هذا البرود اللي كاين تبارك الله ما شاء الله في المغرب كامل. الحمد لله على اي حاجه اتانا بها الله سبحانه وتعالى، كنحمدوا الله عليها وكنطلبوا للناس الشفاء اللي مرض، كنطلبوا لهم الشفاء يا ربي تشافيهم وتعافيهم يا رب. وما كرهش ان شاء الله تدعوا لي مع جدتي الله يشافيها لي كذلك، والله يشافي كل الامهات وكل الناس اللي هكا مريضه الله يشافيها، كنتمنى لهم غير الشفاء لاحبابنا ولاصحابنا والاقارب ديالنا بالاخص. المهم حبوباتي، عرفت راسي غبرت عليكم واحد الغبره اللي هي طويله، ولكن كنقول لكم سمحوا لي بزاف، كانوا عندي فقط عده الاسباب اللي خلوني هكا نغبر. كنتمنى ان شاء الله ما نبقاش نغبر عليكم. اليوم راني فقت البنات، بغيت نشارك معكم هكا غير فيديو بسيط وصافي باش نحييو هذه القناه هذه اللي الصراحه راها كتنور بكم وبتعاليقكم وبتشجيعكم ليا. كنتمنى ان شاء الله كاع اي حاجه غنشاركها معكم تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. نعم بنتي، قول لهم السلام. اي عالم لي زوجاتكم من جديد، وما تنسوش هكا البارطاج مع الاصدقاء ومع الحباب وتشاركوا القناه وبكلام جميل اللي كيخرج منكم زوين. ايها البنات نحيدوا العكز والنوض، واخا ما كنسخاوش نوضوا من المنطقه بهاد البروده، ولكن ما علينا الا نصبروا. الواحد غير يتحرك البنات ونحركوا شويه الدوره الدمويه باش نسخنوا، ما نبقاوش غير جالسين. ما حدي انا كنجلس وانا كنبرد، ما عرفتش واش كاع نتوما ولا غير انا. المهم انا فاش كنبقى جالسه واخا كنغطي راسي، ولكن داك البرد ما تيحيدش مني، حتى كنوض هكا كنبقى نتحرك شويه وغير نجلس عاوتاني ويشدني. الا كتعرفوا البنات شي وصفه قولوها ليا، كتبوها ليا في التعاليق. المهم هنا روتيني اللي كنعتمد عليه هو راه جمعت الصالون، جمعت كذلك البيوت اللي كل حاجه طرفتها هكا في بلاصتها باش تبقى الجلسات هكا تكون منظمه. واخا دانيه بسلامتها ما كتخليش ليا شي حاجه منظمه، ضروري كتخسر لي شي حاجه وكنوض عاوتاني نجمعها. المهم راكين عارفين هادو هما الدراري الصغار، ضروري يعني هي تخسر وانا نقاد، هي تخسر وانا نقاد حتى ان شاء الله تكبر ودير عقلها. انا درت معكم واحد البخور اللي هو ملكي، شاركته معكم الصراحه غزال. كاينين عده ديال البخور اللي بغاتو تواصل معايا فقط، وان شاء الله كاينين سيتات اللي تيبيعوه، ولا غنخلي لكم السيتات هكا ديال الانستغرام، راه كيبيعوا بخور زوين بزاف بزاف. حاولت انني هكا نبخر شويه الدار، على الاقل ريحه زوينه. وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم البروده او كيعانيوا من لاميديتي في الدار، يبخروا بالخزامه، يحاولوا يبخروا بالخزامه والشيح يديروا في الدار. كاينين الناس اللي ما كتقدش على ديك الريحه، ولكن فقط الديور اللي فيهم هكا لاميديتي انا كنصح بهم. وواحد المعلومه اخرى بالنسبه للبلاكارات اللي كتكون عندكم فيهم لاميديتي، حاولوا حاليا دابا تنقوهم قبل ما يكثر داك الشيء ويكثر، حيت خصوصا نعرفوا حنا مع هذا البرد كتجمع الغموليه خصوصا وراء الماريو. كان عندك بلاكار ديال الخشب او ماريو ديال الملابس او اي حاجه، يعني مره دربوها كطليله. انا لقيت هذاك المشكل في الماريو ديال الملابس، ضربت طلع عليه لقيته الصراحه البنات بدا كيخزز. مسحت هذاك الشيء كامل، نقيته نطويته جففته. ما شاركتش معكم الصراحه حيت ما كنتش بعوله اصلا باش ندير هذا الفيديو هذا. ومن بعد جبت هذوك الملابس اللي حسيت فيهم ديك الرطوبه شويه، درتهم يتغسلوا وبخرت بالخزامه والشيح. كنصحكم البنات تبخروا بالخزامه والشيح، راه زوينه وكتحيد كذلك الرائحه ديال الغموليه ما كتبقاش. ومعلومه ثانيه، حتى الفاخر البنات الا درتوه هكا في كموسات ودرتوه من مورا الماريو او اي بلاصه عندكم فيها لاميديتي، راه كيشرب لاميديتي وكينقص، ومع المراقبه بطبيعه الحال. المهم انا غادي نشارك معكم واحد الطريقه ديال الطوي ديال الفيرور. شوفوا الطريقه كتجي مبسطه وسهله، راه ان شاء الله نتمنى تكون واضح الفيديو في الشرح ديال الطويان. هذه الا عندكم شي حوايج هكا غلاض، كنعرفوا دابا وقيته البرد
ضروري كتجبديها البينوارات هادي، المهم غير الحوايج اللي كيكونوا اغلاض وكتار. المهم كنصحكم البنات دير لهم بحال هاد الطويات هادي. هذا راه كيبان في الكاميرا صغير مع انه هو راه كبير. المهم هاد الطريقه كنعتمد عليها. كان هذا هو الفيديو. عرفت الفيديو اليوم كان قصير، ولكن كبدايه ان شاء الله هاد الخطره غادي نبقى نصور لكم اكثر واكثر. اليوم ان شاء الله غادي نخرج، غادي نمشي لواحد البلاصه، من بعد ان شاء الله غادي نصورها لكم ونشاركها معكم في فيديو قادم. وما تبخلوش عليا، وإلا فيديو قادم ان شاء الله. ما ساليناش هنا.